يوم 18 يوليو سنة 1972 اتفاجئ حارس مبنى المخابرات العامة المصرية بوصول المشير أحمد إسماعيل علي، وده كان رئيس المخابرات العامة وقتها. وصل المشير ونزل من عربيته وطلع على مكتبه بسرعة، ومعنى إن رئيس الجهاز يجي بنفسه في وقت زي ده يبقى الأمر ضروري. وبمجرد ما دخل مكتبه لقى مذكرة مكتوبة باللون الأحمر كان سابها له مدير مكتبه قبل ما يوصل. مسك المذكرة وبدأ يقراها بكل تركيز، لقى إن قسم جمع المعلومات وصلته معلومة من الحكومة اليمنية، والمعلومة هي إن واحد من حراسة الشط في ميناء الحديدة اليمني لاحظ إن في تاجر مغربي بياخد صور للمينا بكاميرا حديثة وقتها. ولما فحصت أجهزة الأمن اليمني الفيلم اللي استخدمه في التصوير ما لقوش حاجة مهمة، مجرد شوية صور عادية للبحر. حضرتك هتسألني وتقول لي أمال فين المشكلة؟ هقول لحضرتك إن اللي خلاهم يشكوا ويستشيروا القاهرة هو إن الشخص اللي كان بيصور لما راح له عسكر الحراسة وسأله أنت مين وبتعمل إيه هنا وبتصور إيه بالظبط؟ قام مطلع من جيبه $2000 واداهم له كرشوة، وده تصرف لوحده كان كافي إن هم يتمهلوا قبل ما يفرجوا عنه. وبناء عليه طلبت اليمن من الحكومة المصرية المساعدة في حل القضية. وبعد تحقيقات طويلة ومكثفة اكتشفوا إنه مش بس جاسوس إسرائيلي، لا ده ضابط مهم في جهاز الموساد. لكن إزاي اكتشفوا حقيقته؟ وإيه يا ترى هدف مهمته؟ وليه اختار اليمن بالذات؟ وإيه هتكون تفاصيل رحلة ترحيله من اليمن للقاهرة؟ أهلا بيك عزيزي المشاهد في حكاية جديدة من حكايات في كل سطر حكاية. بعد ما خلص المشير أحمد إسماعيل قراية المذكرة اللي كانت في إيده استدعى ضابط مخابرات كان اسمه الكودي الفهد، وأمهر خبير صور في الجهاز، وده كان ضابط متخصص في قراية الصور من أول الميكروفيلم لحد الصور الكبيرة. وخلال ساعة كان وصل الفهد مبنى المخابرات العامة ودخل على المشير واداله التحية. وبمجرد ما دخل المكتب المشير دخل في الموضوع على طول وقال له بكرة هتكون في اليمن أنت وضابط خبير الصور معاك، واداله الفايل في إيده وقال له هتلاقي كل المعلومات اللازمة عن المهمة في الفايل ده. طلع الفهد من مكتب المشير وراح قعد في مكتب تاني لوحده، وهناك استلم شريط ورق عليه كل المعلومات اللازمه للعمليه، طبيعه الارض وطرق المواصلات، مواعيد السفن، مواعيد الطيارات. لكن الاهم خد اسم دبلوماسي مصري هيكون همزه الوصل بينه وبين السفاره المصريه في صنعاء. وبعد شويه وصل زميله خبير الصور واستعدوا للسفر. تاني يوم الساعه 10 مساء وصلوا مطار عدن، ومن هناك اتحركوا على صنعاء، ده مكان تنفيذ العمليه. المسافه خدت منهم حوالي 8 ساعات، فوصلوا تاني يوم السبت الصبح، وده كان موافق 20 يوليو. وعن طريق الدبلوماسي المصري اتقابلوا الضباط المصريين مع اللواء علي سيف الدين وزير الداخليه اليمني، وبعد ما اتعرفوا على بعض بداوا مناقشه العمليه بشكل سريع، وبعدين اتنقلوا الفيلا لوحدهم علشان يتابعوا من خلالها العمليه. وبمجرد ما وصلوا الفيلا استلموا ظرف فيه كل الافلام والصور اللي اتمسكت مع التاجر المغربي. وبعد كام ساعه من الفحص اعلن خبير الصور ان الصور دي تبان من بره انها مجرد بانوراما لميناء الحديده، وده في حاله ان لو خدنا كل صوره لوحدها. لكن لو شلنا من كل صوره مساحات زياده معينه هدفها التضليل وجمعنا كل الصور بترتيب معين هتتكون صوره كامله لميناء الحديده. وكمل وقال ان الكاميرا اللي اتمسكت مع التاجر المغربي كاميرا تجسس في المقام الاول، وده بيكون فيها اتجاه العدسه متعامد مع اتجاه الهدف المراد تصويره. وبعد ما خلصوا تحليل الصور ودي كانت المرحله الاولى طلب الفهد من وزير الداخليه انه يعاين التحقيقات اللي تمت مع المتهم ويعاين كل الحاجات اللي تم ضبطها معاه. فما لقاش حاجه في التحقيق ملفتة. التحقيق كان روتيني جدا، عبارة عن اسمك وسنك وعنوانك، جيت اليمن امتى، وليه كنت بتصور في محيط المينا. والتاجر المغربي كان رده اني كنت باخد مجرد صور تذكارية للمينا مش اكتر. اما الحاجات اللي كانت معاه فبرضه ما كانتش ملفتة، معاه $3000 و50 ريال يمني وخاتم ذهب وباسبور مغربي. وعلشان ما كانش في حاجة تتمسك عليه فمسك الفهد في الباسبور وطلب من خبير الصور انه يطلع على المغرب ويتأكد من الحكومة المغربية اذا كان الباسبور ده سليم ولا مزور، لانه لو سليم تبقى خلصت القضية ما وصلوش لحاجة، لكن لو مزور تبقى بداية الحكاية. المهم طلع خبير الصور على المغرب ودور ورا الموضوع وبعت للسفارة المصرية في صنعاء شفرة من كلمة واحدة، كانت الرسالة مكتوب فيها كلمة لا، وده معناه ان الباسبور مزور. الفهد خد نفس وقرر انه هيستجوب المتهم. في ايده باسبور مزور وصور لميناء الحديدة بطريقة غير مشروعة وكاميرا تجسس. ويوم 23 يوليو بعد التنسيق مع الحكومة اليمنية دخل جندي الحراسة على التاجر المغربي وقال له ان في صحفي جاي يزورك، ودخل الفهد واتقفل عليهم الباب. وعلى عكس
عكس الطبيعي ان كان المفروض الفهد هو اللي يبدأ الكلام، بدأ التاجر المغربي بالكلام. وده مؤشر لحاجتين، يا اما ده راجل غلبان وملوش في حاجة وبيتشعبط في قشاية وده مستبعد شوية، يا اما ده جاسوس محترف وعارف هو بيعمل ايه. وراح داخل على الفهد بالسؤال الاول وقال له انت شكلك مصري مش كده؟ فرد عليه الفهد وقال له انا صحفي مصري وبهتم بنوع القضايا اللي زي بتاعتك، علشان كده انا طلبت اشوفك. ووسط الكلام الفهد راح ناقل الحوار ليه هو وبدأ معاه بالسؤال الاول. قال له قالوا لي انك مغربي. فقال له ايوه انا مغربي وجيت هنا عشان السياحه. وراح داخل عليه بالسؤال الثاني. قال له هو انت متجوز؟ قال له ده انا متجوز وعندي ولدين. وراح باصص للفهد وقال له على فكره انا كنت باخد مجرد صور تذكاريه، لقيتهم قبضوا عليا وجابوني هنا معرفش ليه. رد عليه الفهد في هدوء وقال له ده مجرد اجراء بسيط وهترجع لاسرتك. وراح داخل عليه بالسؤال الثالث. قال له هو انت اسرتك موجوده فين دلوقتي؟ قال له اسرتي موجوده في الدار البيضاء شارع الملك محمد الخامس. وراح مقرب من الفهد وبصوت هادي وقال له انت لازم تساعدني باي ثمن. وعلشان هو كده ضمنيا بيرشيه راح داخل الفهد بالسؤال اللي بعده وقال له بيقولوا انك دفعت رشوه، هو انت عملت كده بجد؟ لكن التاجر المغربي رد عليه السؤال بسؤال وقال له كنت متوقع اعمل ايه يعني؟ انا مجرد ما شفت جندي الحراسه بيقرب مني وتوقعت ان هقع في مشاكل فقلت ادفع له فلوس واخلص الموضوع، بس انا عارف ان تصرفي ما كانش في مكانه. فقال له ايوه بس انت كده حطيت نفسك في موضوع شبهه. فرد عليه التاجر المغربي وقال له انا مش عارف هم ناويين على ايه، وبدا يتوسل للفهد انه يساعده. الفهد رجع ظهره لورا وخد نفس وقال له هساعدك بس بشرط. فالتاجر المغربي رد عليه وقال له اشرط زي ما انت عايز، لو على الفلوس اطلب الرقم اللي انت عايزه. قال له انا مش محتاج منك غير انك تحكي لي الحقيقه بكل تفاصيلها. فقال له طب انا هحكي لك حكايتي. انا جيت من كينيا على عدن ونزلت في فندق وقعدت كام يوم، وبعدين جيت من هناك على صنعاء ونزلت في فندق وريحت بقيه اليوم، وتاني يوم نزلت ركبت اتوبيس ورحت على مدينه الحديده وبدات انزل اتفسح والف الاسواق لحد اليوم اللي نزلت اتمشى فيها على البحر واصور بالكاميرا بتاعتي، وفجاه لقيتهم قبضوا عليا وجابوني هنا. راح داخل عليه الفهد بالسؤال الاول. قال له هو انت كنت فين قبل ما تروح على كينيا؟ قال له كنت في بلجيكا ومن بلجيكا طلعت على كينيا. فقال له الفهد يبقى عشان نحل مشكلتك الخطوه الاولى اننا محتاجين نبلغ سفارتك. لكن التاجر المغربي رد عليه رد غريب. قال له سفاره ايه اللي هتبلغها؟ فالفهد قال له سفارتك، سفاره المغرب، احنا لازم نبلغ حكومتك انك في مشكله، لازم يعرفوا انك في مشكله ويساعدوك. لكن التاجر المغربي رد عليه وقال له لا ارجوك ما تبلغش حكومتي. فالفهد قال له انت مش عايزنا نبلغ حكومتك انك في مشكله؟ فرد عليه التاجر المغربي وقال له انا هصارحك، جواز السفر اللي معايا مش متسجل في اي مصلحه جوازات مغربيه، وده لاني من حوالي 4 سنين وقعت في ازمه ماليه فاضطريت ان استلف فلوس وامضي على شيكات، لكن للاسف ما كانش معايا سددها فاخدت حكم بالسجن. لكن لما الظروف اتحسنت اشتريت الاختام اللي على الجواز دي حقيقيه على فكره، هو بس مش متسجل عند حكومتي. فبص الفهد في عينه وقال له مبدئيا ان انت بتكذب، مفيش بني ادم في العالم هتساله وتقول له هنبلغ سفارتك فيقول لك سفاره ايه وما يبقاش عارف سفارته. وبعدين حتى لو كان ده تفسيرك عن جواز السفر المزور فايه هيكون تفسيرك عن الصور اللي لو رتبتها بترتيب معين جنب بعضها هتديك صوره معقده لميناء الحديده. وهنا التاجر المغربي حس ان اهم سر في الحكايه اتكشف، فراح مقرب من الفهد وقال له ما تيجي نختصر الطريق على بعض، انت ظابط مش كده؟ فرد عليه الفهد بثبات انفعالي وقال له ظنك في محله. راح التاجر المغربي داخل عليه بدخله تانية، فرد عليه وقال له يبقى انت لازم تعرف حكايتي لانك تقريبا انت الوحيد اللي تقدر تساعدني هنا. وراح داخل عليه بالحكايه التانية، لكن الفهد ركز في عينه وهو بيسمع. فقال له من حوالي 4 شهور وانا في كينيا اتعرفت على واحد اسمه ريتشارد، هو في الاول عرفني على نفسه على انه تاجر، وبعد كده بدانا نتقابل في فندق نيو ستانلي هاوس، وهناك بدا يدربني ازاي استخدم الكاميرا على مدار 4 أسابيع كامله، وفي الاخر اداهالي وطلب مني اجي ميناء الحديده واصوره، والهدف انه يتعرف على الوحدات البحريه السوفيتيه اللي بتزور الميناء. واجرت صندوق بريد في كينيا باسم احمد صابر علشان ابعت له كل الصور من خلاله، وكل ده كان مقابل توكيل كبير في المغرب. وعلى مدار 4 أسابيع دربنا على استخدام الكاميرا اللي معايا. الفهد كان بيسمع بكل تركيز وراح داخل عليه بالسؤال الاول. قال له هو دربك فين على استخدام الكاميرا؟ قال له دربني في بيته، وعمل انه بيحاول يفتكر عنوان البيت، لكن الفهد رد عليه وقال له مش عايز اعرف العنوان، المهم عندي انك رحت بيته. وراح داخل عليه بالسؤال الثاني. قال له هو ريتشارد ده قال لك ان هو ضابط مخابرات؟ قال له ده ضابط في جهاز المخابرات الامريكي وممكن اقول لك على مكان جهازه كمان لو حابب.
وطول ما التاجر كان بيحكي كان مركز في ملامح الفهد، لكن الفهد كانت ملامحه ثابته ما بتتغيرش، وده كان موتره طول الوقت. وبعد ما خلص الحكايه رقم 2 رد عليه الفهد وقال له الحكايه حلوه مش بطاله، انا هسيبك دلوقتي ترتاح وبعدين ارجع نكمل كلامنا. لكن الكلام ما كانش مقنع للفهد، يا ترى شغال لحساب مين وليه جه عند مدخل البحر الاحمر بالذات؟ ومستوى الجاسوس ده ما يقولش ان تم تدريبه في 4 أسابيع بس. وحتى لو عدينا النقطه دي فازاي ضابط المخابرات الامريكي سمح له انه يعرف بيته؟ لا وكمان كلمه عن جهاز المخابرات اللي بينتمي ليه، وموضوع عدم تسجيل الباسبور دليل قوي على مهاراته العاليه. كل الاسئله دي بتقول ان احنا قدام جاسوس مختلف. لكن في الوقت ده في القاهره كان في واحد من مجموعه الضباط القليلين في جهاز المخابرات اللي عارفين بالمهمه اسمه الكودي السنجابي، وده ضابط كان في سن الخمسينات وكان بمثابه الاستاذ اللي اتعلم على ايده الفهد اصول اللعبه. دخل السنجاب على المشير احمد اسماعيل علي وطلب منه ان تتحرك وحده بحريه مسلحه وتتجه لجنوب البحر الاحمر وتكون قريبه من مسرح العمليه. المشير احمد اسماعيل ما كدبش خبر ورفع تليفونه على قائد السلاح البحري وطلب منه امر لتحريك وحده مقاتله تروح على ميناء الحديده، والقائد هناك يقف ويقول ان حصل عطل في المقاتله وانهم هيحتموا في الميناء لحد ما يصلحوها. واتحركت المقاتله بعد موافقه السلاح البحري على مكان المهمه. المهم يوم الجمعه الصبح دخل الفهد على التاجر عشان يكمل استجواب معاه، وبمجرد ما دخل عليه الاوضه قال له انت بتكذب. فالتاجر المغربي قال له انا قلت لك على كل حاجه بصراحه. فالفهد قال له انا سالت على ريتشارد وطلع انه مجرد شبح ملوش وجود. شوف لو ما كنتش ناوي تقول الحقيقه فانا مش هعرف اساعدك. فسكت التاجر المغربي شويه وقال له طب انا هقول لك الحقيقه المره دي، وبدا يحكي القصه الثالثه. اسمي الحقيقي يوسف يعقوب سالم، كنت مقيم في القاهره في 2 شارع ذهني بالظاهر، وهاجرت اسبانيا سنه 57، ومن هناك سافرت اسرائيل انا واسرتي واشتغلت هناك كذا شغلانه. في الاول اشتغلت شيال، بعد كده اشتغلت في سينما، ومراتي كانت شغاله مدرسه. لكن وانا في السينما اتعرض عليا ان انا اشتغل في الشرطه السريه، فوافقت وسبت السينما واشتغلت معاهم. وبالنسبه لتدريبه قال ان تم تدريبه في بلجيكا على الرسائل السريه وحل الشفره واستخدام وسائل التخفي واكتشاف المراقبه والهروب منها. وبعد كده عمل جوله في اوروبا وافريقيا علشان يبني ساتر تجاري ياخده في المستقبل ويحتمي فيه. وبالنسبه للباسبور المزور قال ان انا اخدته من الموساد قبل ما اسافر على المغرب، وسافرت على المغرب علشان اتقن اللغه المغربيه واتعرف على اسماء مدن وشخصيات مهمه ادعم بيهم قصتي لو اتقبض عليا بصفتي تاجر مغربي. وكمل وقال الموساد كلفني اجي هنا واجمع المعلومات عن المينا واصورها، وقبل ما يتقبض عليا بكام يوم بعت كل المعلومات اللي قدرت اجمعها على صندوق البريد اللي في كينيا باسم احمد صابر. الفهد خلص معاه تحقيق وسابه قام في ساعتها، وبمجرد ما قام بدات المخابرات العامه المصريه تدور ورا كل كلمه قالها. ولما قدروا يفتحوا الصندوق باسم احمد صابر اللي في كينيا طلع الصندوق فاضي. ولما دوروا ورا شخصيه يوسف يعقوب سالم اللي كان ساكن في الظاهر لحد سنه 57 لقوا ان يوسف يعقوب كان ساكن هنا فعلا، لكن بعد كده سافر على مدريد واستقر هناك وما سافرش اسرائيل. وده معناه ان الجاسوس كان مذاكر كل خطواته كويس قوي وما بيقولش اي كلام مرسل والسلام. وده بيقول انه جاسوس اسرائيلي مهم مش مجرد شخص هاوي بيشتغل في الشرطه السريه. المهم سابوا الفهد يومين تحت ضغط ودخل له يوم الاثنين يكمل معاه تحقيق. واول ما دخل حطه قدامه ظرف وقال له اسحب منه ورقه بايدك واكتب تقرير للموساد بخط ايدك، وانا هبعته بنفسي على صندوق البريد اللي في كينيا باسم احمد صابر علشان جهازك ما يحسش بحاجه. وهنا الفهد حطه في اختبار هقول لك عليه دلوقتي. مسك الجاسوس ورقه وقلم وبدا يكتب التقرير بطريقته وختم ومضى. فبص له الفهد وقال له امال فين مراجعه الامن؟ حضرتك مستعجل وعايز تعرف يعني ايه مراجعه الامن؟ مراجعه الامن في لغه المخابرات يعني شفره سريه ما بين الراسل والمستقبل الرساله، مضمونها بيقول ان الشخص بيكتب في ظروف عاديه او تحت ضغط. ايوه برضه زي ايه يعني؟ هقول لك ايه اتقل وانا هقول لك. على سبيل المثال انك تنسى نقطه تحطها على حرف في الكلمه الثالثه من السطر الاخير، او تنسى نقطه في الكلمه الثانيه من السطر اللي في النص، او مثلا لما تيجي تكتب التاريخ انك تنسى الفواصل اللي بينهم. وهنا الفهد قال له شوف بالنسبه لصندوق البريد اللي في كينيا فده طلع فاضي ما فيهوش حاجه، وبالنسبه ليوسف يعقوب فالراجل ما طلعش متجوز وسافر على مدريد وما سابهاش يا راجل. في الواقع انت خسرت الجوله، وخليني اقول لك انك مش معنى انك خسرت انك ما كنتش بتلعب بمهاره، الحقيقه انت كنت بتحارب بكل قوتك.
لكن في النهاية النتيجة انت خسرت. وبعد كام ساعة من التحقيق والضغط أخيرا اعترف الجاسوس وحكى الحكاية الأخيرة لكن الحقيقية والصادمة في نفس الوقت. ركز بقى معايا في اللي جاي ده. الاسم باروخ زكي مزراحي، يهودي الديانة، مصري الجنسية، وكان عايش في مصر في 8 شارع الطواب بالظاهر، وخد بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة سنة 48. وبعد تخرجه اشتغل مدرس في مدرسة الأقباط الثانوية بشبرا، وكان ناوي يكمل حياته في مصر لحد ما قابل بنت يهودية وحبها، ولما قرر انه يصارحها بحبه راح يطلب ايديها للجواز، لكن هي وافقت بس بشرط، طلبت منه ان هما يتجوزوا ويهاجروا على اسرائيل. وعلى الرغم من انه كان عايز يكمل حياته في مصر كمواطن مصري، الا انه في النهاية مع الضغط وافق على هجرته لاسرائيل، وخد امه واخته والبنت اللي حبها واتجوزها وهاجروا على اسرائيل. لكن بعد فترة من سفرهم لإسرائيل اكتشف إن مراته البنت اللي حبها وساب مصر علشانها وهاجر لإسرائيل اتعرفت على راجل غني تاني وسابته علشان تتجوزه. وبعد فترة من مرور التجربة قابل هناك بنت تانية اسمها مارجريت واتجوزها وخلف منها ولدين. وبالنسبة لشغله قال إنه مجرد ما سافر إسرائيل اشتغل في كذا شغلانة، وبعدين اتعين في الشرطة، وبعدين اتنقل للشرطة السرية، وفي نهاية 58 اتعين ضابط في جهاز الموساد. ومن اللحظة دي اتحول مسار التحقيق كليا. حرفيا الفهد كان بياخد كل معلومة موجودة عند باروخ، كل أسماء الضباط اللي كان يعرفهم باروخ من قريب أو من بعيد في جهاز الموساد، تكنيك الشغل وروتين وأسلوب التخطيط والتنفيذ، كل حاجة ممكن تتخيلها عارفها من باروخ. لكن كان السؤال المحير إيه اللي يخلي جهاز الموساد يضحي بواحد من ضباطه في عملية سهلة زي دي، خصوصا إنه ضابط مش بسيط ومتدرب كويس؟ أكيد في سبب أكبر من إنه مجرد يصور المينا. خلي السؤال ده على جنب هجاوبك عليه كمان شوية. خلال يومين كان قرر جهاز المخابرات العامة في القاهرة إنه لازم ينقل باروخ من اليمن لمصر في أسرع وقت ممكن، فطلبوا من وزارة الخارجية إنها تتفاوض مع الحكومة اليمنية إنهم يسلموا الجاسوس للفهد باعتباره معاه الجنسية المصرية. وبعتوا للفهد وطلبوا منه صور لباروخ علشان يعملوا له باسبور باسم موسى زكي سلامة بمهنة تاجر، وعنوانه 8 شارع خليل الطواب بحي الظاهر. لكن كانت المفاجأة إن علي سيف الخولاني وزير الداخلية اليمني رفض تسليم الجاسوس لمصر. وفي الوقت ده الرئيس السادات عمل اجتماع عاجل مع المشير أحمد إسماعيل وسأله نفس السؤال، ليه الموساد باعت ضابط مخابرات بنفسه؟ وسكت شوية وبص للمشير وقال له باب المندب، هما بيدوروا على حاجة عند باب المندب. حضرتك هتسألني وتقول لي ايه اللي ممكن يكونوا محتاجينه عند باب المندب؟ هقول لحضرتك اتقل وهتعرف. علشان السؤال الأهم دلوقتي، هي إسرائيل هتعمل ايه لما تعرف ان واحد من أهم ضباطها اتقبض عليه؟ حضرتك هتقول لي وهي هتعرف منين؟ هقول لك ان علي سيف وزير الداخلية اليمني عمل مؤتمر صحفي واعلن فيه القبض على جاسوس اسرائيلي، وكانت ضربة لجهاز المخابرات العامة المصرية غير متوقعة. خلال ساعات وصل اثيوبيا ضابط من الموساد وقابل محامي اثيوبي اسمه صالح عبد القادر، وكلفه انه يسافر اليمن ويدافع عن الجاسوس الاسرائيلي مقابل $5000. وخلال يومين وصل صالح عبد القادر اليمن وعرض على الحكومة اليمنية 10 مليون جنيه استرليني مقابل الافراج عن الجاسوس، ودي كانت الخطوة الأولى. ونفس الوقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها هتقدم 1400 عربي للمحاكمة بدون توجيه أي اتهامات ليهم. ونفس اليوم رصدت رجالة المخابرات العامة المصرية مقابلة للضابط الإسرائيلي في أثيوبيا مع 6 من رجالة القوات الخاصة الإسرائيلية، وبعد المقابلة خدوا لانش من الشاطئ الأثيوبي واتجهوا على ميناء الحديدة واختفوا في البحر. حضرتك هتقول لي كل ده علشان واحد إسرائيلي؟ هقول لحضرتك لا، علشان كمية المعلومات اللي ممكن يقولها الضابط بتاعهم. المهم، وبناء عليه وبعد التنسيق مع الحكومة اليمنية تم نقل باروخ لمكان تاني آمن والفهد في شقة جديدة في باب اليمن. لكن بعد شوية اتصل الرئيس السادات بمبنى رئاسة اليمن، وبعد المكالمة وافقت الحكومة اليمنية بتسليم الجاسوس للحكومة المصرية. وبعد يومين تم تسليم باروخ للفهد بدون أي مراسم، ووقع الفهد على وثيقة اعتماد إنه استلم باروخ. ومن هنا بدأ التخطيط لتهريب باروخ من اليمن لمصر. لكن الاختيارات كانت صعبة، فلو فكروا ينقلوه بحري فمصر كانت مدركة ان اي تحركات للانشات بحرية مصرية في البحر الاحمر هتكون معرضة للهجوم الاسرائيلي باي ثمن. ولو فكروا ينقلوه جوي فمصر برضو عارفة ان السلاح
الجوي المصري ما عندوش القدرة حاليا انه يأمن طيارة نقل باروخ. تسكت المخابرات المصرية على كده؟ تسكت؟ دول بعد البحث لقوا ان في غواصة رقمها 612 موجودة في كيب تاون جنوب افريقيا، ودي غواصة كانت تابعة للسلاح البحري المصري، ودي كانت انسب طريقة لنقل باروخ من غير ما حد يحس بيهم. والمخابرات المصرية ما كدبتش خبر، بعتوا اشارة للغواصة بانها تتجه باقصى سرعة على خليج عدن وتستنى الاوامر هناك، واطلقوا على العملية اسم عملية القرش. تفتكر عزيزي المشاهد هل ممكن تنجح عملية القرش وتوصل الغواصة الباروخ بسلام من غير ما الاسرائيليين يكتشفوا امرها؟ هل باروخ هيفضل على قيد الحياة ولا فرق الكوماندوز الاسرائيلية هتوصل له قبل نقله؟ لكن السؤال الاقوى والاهم في العملية، ايه اللي ممكن يكونوا بيدوروا عليه الاسرائيليين عند باب المندب؟ كل الاسئلة دي هنجاوب عليها في الجزء الثاني من الحلقة، وفي كل سطر حكاية مستخبية.